شوية اكتيفيتيز تحفة اوعوا تفوتوها في سويسرا. وده الفلوج بتاع اليوم الثالث في سويسرا. فطرنا في الهوستل، وسعر الهوستل ده كان 60 فرنك في السرير في أوضة سداسية. واتحركنا على قرية جريندلفالد، ودي أحلى حتة رحناها في السفرية كلها. ركبنا القطر وسعره كان 12 فرنك. اتمشينا شوية وبعدها رحنا على المكان اللي هتركب منه التلفريك، والمكان ده اسمه فينجستيج. يا رب اكون بنطقها صح. بس قررنا ان احنا ما نركبش التلفريك لان سعره كان 32 فرنك. فقررنا ان احنا نعمل هايكنج ساعة وربع، وبصراحة اختيارنا كان صح جدا عشان نشوف في الطريق شوية مناظر روعة ما تتكررش ابدا. بصوا الحلاوة دي خرافة. وريحنا شوية وكان معانا تفاح فأكلناه على الفيو الخطير ده. وبعدها وصلنا أخيرا للقمة اللي فيها كل الأكتيفيتيز. كنت متحمس قوي للزحليقة دي وسعرها كان 8 فرنك. وبعدها رحنا عشان نعمل زيب لاين وده كان رهيب. وبعدها شفنا البقر ده وتصورنا شوية ونزلنا. في الفلوج الجاي عملنا حاجة مجنونة جدا في عز المطر. اعملوا لي فولو وتابعوني عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية، وقولوا لي ايه اكتر حاجة متحمسين تعملوها في سويسرا.